هو فين ربنا؟ سؤال بيسيب وجع في القلب لما بيطلع من إنسان موجوع، حاسس بجرح ومش عارف يتصرف. هو مش سؤال كفر ولا ضعف إيمان، ده صوت حد تعب، حد دعا كتير واستنى كتير، وفي الآخر لسه واقف لوحده، مش عارف يعمل ايه ولا عارف يتصرف ازاي. بتحس انك بتصرخ جواك ومحدش سامع، او انك لو اتكلمت الناس هتقولك شد حيلك، او كلنا كده. بس محدش فاهم انت حاسس بالوجع ازاي، اللي بيصحيك من عز نومك، ولا الدموع اللي بتنزل وانت لوحدك بالليل. تعبت؟ طيب جربت تبقى قوي، بس حسيت انك بتقع كل مرة اكتر من اللي قبلها. وساعتها بتسأل هو فين ربنا؟ ليه سايبني أضعف بالشكل ده؟ ليه كل ما أقوم ألاقي حاجة بتوقعني؟ أنا بدعي وبصلي وبقول يا رب، بس كأن السما مقفولة، وكأنها بعيدة بعيدة قوي، وصوتي مش واصل لربنا. بس بص، السؤال ده مش غلط، بالعكس، ده دليل إنك لسه بتدور عليه، لسه حاسس بيه، واللي بيدور أكيد هيوصل. المشكلة إننا ساعات بندور مش على ربنا، بندور على الاستجابة. بنبقى عايزين الإجابة الفورية، مش حضن اللي بيستحمل وجعنا واللي بيشيل ألمنا. ربنا مش غايب عنك، حتى وانت موجوع هو قريب. هو مش بيوجعك، ولكن بيسيبك تمشي في طريق علشان تطلع منه أقوى من الأول. لأن في حاجات ما تتغيرش غير لما القلب ينكسر والدموع تنزل، وساعتها هو بيجي ويلمك ويرمم ألمك ويقولك أنا معاك، كنت سامعك من أول دمعة. ما تخليش وجعك يخدعك، ما تخليش الألم يقولك إنك منسي. انت محفوظ حتى في وسط العتمة. ربنا مش بيسيب حد، احنا اللي ساعات بنبعد. بس أول ما بنقول يا رب بيرجع ويحتوينا وكأننا عمرنا ما بعدنا. قوله النهاردة أنا مش فاهم بس مصدق يا رب، أنا موجوع بس لسه ماسك فيك. لو انت بتسمعني دلوقتي وانت بتبكي، اعرف ان دي مش صدفة. الفيديو ده ربنا بعته ليك مخصوص علشان يقولك أنا هنا، حاسس بيك، حاسس بألمك، حاسس إنك موجوع حتى وإنت مش شايفني. صدقني، الألم مش للأبد، المشوار اللي انت فيه هينتهي، وربنا هيفضل سندك لآخر الطريق. بس انت خليك ماسك فيه، قوله يا ربي لن أطلقك إن لم تباركني، لأن هو الوحيد اللي عمره ما ساب حد في ألم، في جرح، من غير ما يحس بيه، من غير ما يطبطب عليه. ربنا معاك ومش ناسيك.
ربنا دايما موجود في كل لحظة.